يا مساء الخير عليكم مستمعينا مستمعي راديو شبابيك. معكم أميرة منصور وحلقة جديدة من برنامجكم دندنة مع أميرة، واللي بنتكلم فيها عن أغانينا الحلوة اللي بندندنها كل شوي. بتفكرنا بإيه؟ بتحسسنا بإيه؟ بتعبر عن إيه؟ حلقتنا النهاردة بعنوان يا حظ. فاصل قصير ورجعين لكم تاني. يا حظ تعبت من الوقفة، لا شفت العيد ولا وقفة، جت على حظنا وقفة، مع ان الزمن بيدور، شايلة مني في ايه يا دنيا؟ حد قالك عني حاجة ممكن افرح؟ طب يا دنيا ولا ده يضايقك في حاجة؟ ارضي عنا الله يرضيكي، قلبي شاف فيك العجب، واما حتى طلبت فرح كنت بطلبها بأدب. ورجعنا لكم تاني عشان نقول لكم، هو إيراد حظ ولا فدان شطار؟ طب كل واحد فيكم شايف انه محظوظ ولا منحوس؟ الحظ انك تاخد حاجة وانت مش تعبان فيها، وممكن اصلا تكون ما تستحقهاش. ممكن نجاح، منصب، جايزة، حتى الجواز بيقولوا عليه ده حظ، ويقول لك ايه؟ بختك يا بطيخة طلعت حمرة يا قرعة. يا جماعة هو فين ربنا من الكلام ده كله؟ حظ ايه؟ اسعى يا عبد ونسعى معاه، اعمل اللي عليك هتاخد حقك، وربنا كاتب لكل واحد نصيبه في الدنيا، والنصيب ده متوزع بين الناس، متوزع في أرزاق مختلفة، في الصحة، في المال، في الذرية، في العلم، كل حاجة ومتقسمة، كل واحد بياخد نصيبه. يعني مثلا لو واحد قاعد وفجأة في برنامج وفاز بجايزة، يا حظي حلو يا سلام، لا، هو نصيبك جالك، هو ربنا كتب لك رزقك وجابهولك من السكة دي. اي نعم انا معاكوا انه ساعات الواحد بيبقى حظه سيء للغاية وده يعني برضو بتاعت ربنا، هو كاتب له كده. يعني سبحان الله، كل ما يروح شغل ما يتقبلش فيه، كل ما يدخل عشان يقدم على منحة ما يتقبلش فيها. الكلام ده في ناس تقول عليه اصله قرفته وحشة، مش عارفة ايه العلاقة، بس هو يعني بيتقال عليه كده. بس يا جماعة في الاخر لازم اقول لكم ان انتوا فعلا لازم تؤمنوا ان كل حاجة بايد ربنا، كل حاجة مكتوبة لك، حلوة او وحشة مكتوبة لك. كل اللي انت بتعمله في الدنيا انك تعمل اللي عليك، لكن كل حاجة ربنا هو اللي كاتبها لك. في الاخر مفيش حاجة هتحصل غير بمشيئة ربنا. وما تقعدش بقى طول الوقت تندب حظك وانا حظي وحش وده فلان حظه كويس. لا يا جماعة، اعمل اللي عليك وسيبها على الله. مستنيينكم بقى في كل حلقة تقولوا لنا ايه الاغنية الشبيهة بالاغنية اللي دندناها، اللي بتعبر عن نفس المعنى. يلا اكتبوا لنا في الكومنتات، وقولوا لنا كمان ايه الاغنية اللي عايزيننا ندندنها في الحلقات الجاية. كنتم مع أميرة منصور ودندنة مع أميرة. نتقابل في حلقة جديدة. تحياتي.